ما الرابط بينه وبين الحرية والمثليات واستهداف الشباب بالذات من قبل الغرب؟ للأسف الشديد الموضوع فيه أبعاد فلسفية كثيرة جدا. لماذا الغرب أصلا يذهب إلى هذا الاتجاه؟ نعم. يعني هي ليست فقط قضية شباب. يعني صحيح أن موضوع الشذوذ يستهدف به الشباب كمرحلة على كل عمرية، لكن حقيقة من الأشياء الغريبة جدا اللي نلاحظها في السنوات السابقة، هم يبدأون الآن صاروا بالطفولة ولا يبدأون بالشباب. يعني لو قرأت تقارير مثلا اليونيسيف خلال السنوات الماضية، وهي المنظمة الدولية المعنية بالطفولة، حقيقة التقارير مذهلة في أنهم والله يريدون أن يتدخلوا في صياغة الأطفال منذ طفولتهم. وبالتالي هنا الحديث حقيقة عن قضية الحريات. هل في هذه المرحلة العمرية فعلا يستطيع الطفل أن يتمتع بصورة حقيقية في الاختيارات، أم أنك والله أنت تحمله حملا على اختيارات وتوجهه توجيها؟ يعني الموضوع في الطفل ناهيك عن الشباب. بلا شك هم الآن بدأوا بالطفولة. عجيب. وللأسف الشديد هنالك جملة من القواعد حتى يكون هؤلاء الأطفال تحت هذا الصندوق المكفول. يعني أديك نموذج بسيط جدا. قبل سنة تقريبا في هولندا هنالك طفل عمره 16 عام تظهره منظمة اليونيسيف باعتباره هذا الطفل من الذين يراد لهم أن يعبروا عن حقوق الطفل في هذا الجانب، فتقوم منظمة الأمم المتحدة بأدواتها وإعلامها وصفحاتها في الفيسبوك وغيرها في محاولة أن تجعل أطفال العالم حاولوا أن تتضامنوا مع هذا الطفل. وهذا الطفل عبارة عن إيش؟ مثلي. أعوذ بالله. نعم، هو يريد أن يدافع عن المثلية ثم يهيأ له بعد ذلك لقاء مع رؤساء وزراء، ثم يهيأ له بعد ذلك في اجتماع للأمم المتحدة يحضره رؤساء العالم أجمع، وتتاح له الفرصة للمقابلات واللقاءات في محاولة لعولمة الفاحشة. يمكن أن ذكرت في أكثر من موقع في هذه القناة في أن ما يراد هي محاولة عولمة الفاحشة وعولمة الخروج والعياذ بالله عن التشريع الإلهي وعن الفطرة. يعني نحن في السابق كنا نتحدث عن خروج عن الأديان، لكن حاليا لا نتحدث عن خروج عن الأديان، إنما نتحدث عن خروج عن الفطرة البشرية الإنسانية السوية التي يتفق العقلاء جميعا ويتفق أهل الفطرة السوية أن الحياة لا تستقيم إلا بالزوجين. جميل. رجل وامرأة. أنا جلست في نقاش مع أحد الأخوان، كنت أبادل هالكلام وأشوف إيش وجهة نظره. كان يدافع عن صاحبه المثلي، يقول لي يا أخي الله خلق في هذه الأمور، ليش قاعد تستنكر عليه؟ والله بهذه العبارة يقول لي ليش قاعد يا أخي الله غرس في هذه الأمور، يا أخي هو يبغى يتحول الجنس الآخر، يا أخي يبغى يجرب يقول لك. طيب لحظة، تعليقكم شيخ حسن فيما قاله أن الله هو الذي خلق فيه هذه. هل الله يأمر بالفحشاء؟ وهل الله خلق فيه هذه الفطرة أن يميل الرجل على الرجل وتميل المرأة على المرأة؟ تعليقكم شيخ حسن. نعم، هو على كل فيما يتعلق بالخروج عن الفطرة سبحان الله أول ما فيه هو انتكاس المفاهيم. انتكاس المفاهيم. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فهو صراع في حقيقة الأمر بين الطهر والعفاف وبين الفحش وتوابعه. وهذا اللي قصدته في البداية. ستلاحظ بأن ظاهرة الفاحشة لها علاقة بالمفاهيم. فمثلا الآن الغرب أعطى مفهوم الحرية القيمة الأعلى والمطلقة. الشريعة سبحان الله أعطت أعلى قيمة في التصورات الدينية قيمة الحق، فجعلت القضية حق وباطل. فإذا كان والله خرج الإنسان من دائرة الحق تحت حجة الحرية ليناقض ما هو حق، نقول له لا، هذا ليس معتبر في الشريعة. لماذا؟ لأننا نحن والله عندنا حق وعندنا عندنا باطل، فما تدعو إليه باطل، وبالتالي لا نحاول أن نلتزم بما تذهب إليه. الأمر الثاني، الله سبحانه وتعالى فطر في الجنسين هذه الفطرة الميل لبعضهما، ولكن ليس من الفطرة ميل الرجل للرجل وميل المرأة للمرأة، هذا انتكاسة. وبالتالي نحن نتعامل مع هذا الشخص الآن بأنه والله هو شاذ ومنحرف وليس سوي. وبالتالي حتى الذين يريدون أن نعتبر أنه والله هذه حالة مرضية، نقول لهم خلاص اعتبروه مريض. هل المريض يعالج أم المريض يجارى فيما هو فيه؟ هل الفطرة تحتاج إلى حشد إعلامي عالمي؟ هل الفطرة
تحتاج إلى أنك تجيش الأمم المتحدة وأموالها ومنظماتها وقوانينها. هل هذه لا يعني أبداً. هل الرجل الآن لو كانت الفطرة ما احتاجوا ما احتاج لهذه إلى الأمور، كل لكن ذلك، هم يريدون فعلا نعم توجيه الفطرة. هم يريدون الميل. ميل. القرآن سماه نعم. ميل. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا ميلاً عظيما. فهو ميل وليس هو حالة سوية بطبيعة الحال.